آسو فيلم إيطالي كوميدي أنتج عام 1981 من بطولة أدوج فينش وأدريانو تشيلانتانو، وبيعتبر من أجمل الأفلام الإيطالية الكوميدية والدرامية يلي ممكن إنه تشاهدوها. فيلم رائع بيحكي عن شخص اسمه آسو وزوجته سيليفيا يلي بيتعرض للقتل وبيرجع لهيئة شبح لتزويج زوجته من شخص آخر. وقبل ما بنبدأ الفيلم أرجو منكم الاشتراك بالقناة تشجيعا منكم لنا من أجل الاستمرارية وتقديم أجمل الأفلام وأروعها. وبيبدأ فيلمنا بزواج آسو من سيليفيا، وبيكون آسو مدمن على لعب القمار والرهانات، وبيكون شخص محترف، بس بيوعد سيليفيا انه ما عاد بيلعب، وبيخبروه بالعرس انه في لاعب محترف اليوم بده يلعب، بس كونه واعد زوجته بيلاقي صعوبة بالحضور. بس هالسوسة ماشية بدمه، وبعد عدة حوارات مع سيليفيا بيروح وبيلعب وبيكسب، وبعد اللعبة هو بطريقه على البيت بيعترض طريقه قاتل محترف وبيقتله، بس بيرجع على هيئة شبح لعند مرته وبيخبرها انه هو مات وما حدا بيحسن يشوفه غيرها، بس هي ما بتصدقه بالاول ولكن بعدين بتقتنع. وبعدها وبعد الكثير من الاحداث الدرامية والكوميدية بيصير يقنع فيها انه لازم تتزوج، ومهمته انه يلاقي لها عريس، وبيختار لها مصرفي ارمل اسمه مورغان، بس هي طبعا ما بدها ومكتفية فيه كشبح. وبتدور احداث كتيرة ما راح نتطرق لها حفاظا منا على متعة مشاهدة الفيلم كامل. وبعدها بنشوف صديق آسو اتدخل حتى ينزع الجوازة لانه بيكون عينه من سيليفيا، وبيوم العرس بيروح لعند القاتل يلي قتل آسو، وساعتها بنعرف انه هو ورا قتل آسو، بس بيرفض القاتل وبيقول له انا راح اعترف بكل شيء، وبيدبر له مكيدة وبيقتله وبيخطف مورغان، وبيجي شبح القاتل وبيخبر شبح آسو وبيتدخل وبيساهم بإلقاء القبض على رفيقه وتحرير مورغان. بس مورغان الباله انه روح المرحومة مرته هو يلي انقذه، وبيبطل يتجوز سيليفيا. وبعدها بنشوف آسو وسيليفيا على طاولة القمار وعم يشاهدوا لعب جديد، وللمفارقة بيكون هاللاعب نسخة طبق الأصل من آسو، وبتعجب فيه سيليفيا وبيختفي آسو، وبتصير سيليفيا مع لاعبنا الجديد، وبنشوف آسو فوق وهو عم يتفق على رهان من أجل إعادته للحياة مرة أخرى. وبيخلص فيلمنا هون ودمتم سالمين.